دي بطاطس جديدة. انا بس عايزة اوريكم حاجة عشان الناس اللي بيطلع معاها البطاطس كده ايه، دي بتبقاش بطاطس تحمير، دي بتبقى بطاطس طبيخ، وهيبقى طعمها محلون، هتلاقي طعمها كده مسكر وانت بتاكليها. بصي انا عملت ايه بقى عشان خاطر ما تطلعش كده. بصي معايا، انا خدت البطاطس لما لقيتها طالعه بالمنظر ده، خدتها سلقتها، مش سليق الجامد اللي في دماغكم، بس يا دوبك تحطيها على النار تغلي، تغلي غلوتين 3، وتيجي جايه مطلعاها وتيجي جايه محمراها، مش هتبقى محلونه زي دي كده، ولونها مش هيبقى اللون الصعب ده، مش هتبقى فيها الطعم ده، وفي نفس الوقت هتبقى ناشفه شويه، مش هتبقى طريه ومهريه كده. يعني انتوا شايفين الفرق طبعا اهي في الزيت قدامكم اهي، الفرق في اللون بتاعها اهو وهي في الزيت عن التانية كانت محروقه خالص عشان تتحمر اصلا، انما دي لا. ولما تدوقيها هتلاقي طعمها مختلف برضه. بصي اهي عشان اثبت لك ان في فرق بين دي وبين دي. بصي اللون، حتى بصي اللون دي من الاخيره دي عنهم. بصي فانتي ايه، اسلقيها لما تلاقيها تعمل معاكي كده، حطيها على النار ايه 5 دقايق بس، تغلي يا دوبك، يعني الميه تغلي، اسقطي فيها البطاطس وطلعيها على طول غلوه او غلوتين، وتيجي جايه مطلعه البطاطس محمراها.